التحدي ليس هو العودة. الناس مشغولين الآن، المواطنين لازم يرجعوا ولازم تكون في عودة. أنا داير أقول كلمة، التحدي ليس العودة. التحدي أبدا ما إنه الخرطوم بقى فيها كم نفر وكم أسرة وكم بيت، لا 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 لا. التحدي الحقيقي هو أن تكون الخرطوم مدينة صالحة للحياة الكريمة. بعد المواطن يرجع ولا ما يرجع ده خياره هو، خليه. يمكن مشى الولاية بتاعته وزرع وعمل له مصنع مرتاح، انت مرجعه له. لكن انت هيئ له الخرطوم دي بيئة جاذبة وصالحة خالية من الأمراض، آمنة، ما فيها مشكلات صحية، ما فيها مشكلات أمنية. ده المطلوب من الحكومة والمطلوب من الإسناد المدني، إصلاح مدينة الخرطوم كما قرأ الإمام: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. المطلوب إصلاح الأرض. عشان كده أقول كلمتين ودينا النصيحة. الحاجة الأولانية، لا يكون صلاح في الأرض بلا عدل. ما في صلاح بدون عدل. عدل في توزيع الثروة، عدل في جلب الضرائب والجمارك والعوائد، عدل في توزيعها، عدل في أن المواطنين يقوموا على الحقوق العامة بالتساوي. قبل أيام الناس في الفيسبوك أكلوا لحمنا. واحد معرج، زول سفيه، هو سفيه، زول باطل، زول ما عنده قيمة، قال داير يجي راجع، زول بذيء، ما داير أقول اسمه أوسخ لساني وأوسخ المسجد، قال داير يجي راجع ويتوب إلى الله. واحد من المجاهدين كتب في الفيس: فلان سيعود. الأستاذ سماه الأستاذ. أنا قلت لهم: يا إخواننا والله القانون بيقول ما في عفو عام، يجي راجع بالقانون. أكلوا لحمنا الناس. قالوا، والكلام لرئيس مجلس الوزراء: السلطة يا إخواننا في النيابة ما تابعة لرئيس مجلس الوزراء، لكن إذا ما في عدل رئيس مجلس الوزراء ما بيشتغل. العدل أساس الحكم. في واحد متعاون قبضوه أولادي أنا في الفاو في الشرقية، القاضي حكمه ب20 سنة سجن، واحد ثاني حكمه ب10 سنة سجن، واحد ثالث حكمه بالإعدام. متعاونين يتعاونوا مع الميليشيا، والمتعاون عندنا أكعب من الميليشي. في واحد ثاني متعاون، الله يشهد إنه متعاون، الله شافه متعاون، ونحن شفناه متعاون، وناس الخرطوم شافوه متعاون، وناس أم درمان شافوه متعاون. نحن قاعدين في أم درمان دي قبل التحرير، قبل التحام القوتين، والقوات بتقاتل هنا، هو كان قاعد في أم درمان متعاون. يا رئيس مجلس الوزراء أنت مشيت زرته في محله، في متعاون يكرموا ويزوروا ويبقوا زعيم ويبقوا مكرم، ومتعاون ثاني نوديه احنا المحكمة يحكموا بالإعدام. ما في عدل، ما في عدل. المشكلة الأمنية، وأنا داخل المسجد واحد من الناس قال لي في مشكلة أمنية. المشكلة الأمنية دي أساسها إقامة القانون، دولة القانون، يطبق القانون، الناس تمشي عديل. وين المقاومة الشعبية؟ كانت الليلة بالإسناد المدني بتقيف تحرس لي الشوارع بعد التحام القوتين. أنا لما مرقت من الخرطوم بروح أبو القاسم ده شاي. مقاومة الشعبية في الخرطوم في أم درمان بس فيها أكثر من 30,000 شخص متدرب. وينهم؟ وين المعسكرات اللي كنا فتحناها يا أبو القاسم للمقاومة الشعبية؟ وجو الشباب ديل يتدربوا وشالوا السلاح. الليلة ما كان بيحصل مشكلة أمنية في الخرطوم، في جنوب الحزام ولا في المناطق هنا، وزول شايل سلاح يعتدي على الناس ويهدد أمنهم، ما كان بيحصل. لكن والله أقوله كلمة حق، أنا داير أقوله: والي ولاية الخرطوم قتل المقاومة الشعبية في الولاية. الدبقة تبقى يا أبو القاسم، قتل المقاومة الشعبية في ولاية الخرطوم. الليلة رئيس مجلس الوزراء لما مشى يكنس في الشارع يفتتح حملة النظافة ما لقوا شباب، جابوا الناس المساجين، جابوا الناس المساجين من السجن. شبابنا قاعدين، شبابنا مدربين في ولاية الخرطوم قادرين على الإسناد المدني. دي ملفات لو ما اتعالجت صح ما في عودة بتحصل. ما نغش نفسنا، نحن داعمين لرئيس مجلس الوزراء،
داعمين للحكومة، لأنه الحكومة دي الآن في مسار سياسي هي في مواجهة حكومة موازية عملوها الجنجويد، بندعمها ونقيف معها ونقيف وراء ونسانده، لكن بالحق ونناصحها ونوريها الصح ونوريها الغلط، عشان نحن ما نمشي معاهم في درب غلط، والغاش عند الله مغشوش. نقول النصيحة ربنا بيسألنا عنها يوم القيامة. أختم كلامي يا جماعة. المواطن في ولاية الخرطوم داير حاجات بسيطة. وزير الكهرباء ولا ما عارف الوزارة المسؤولة من الكهرباء قال حجم الكهرباء في ولاية الخرطوم أكثر من احتياج المواطن، والموية بتكذب الغطاس. حس نحن بنفتتح المسجد ده كهرباء ما عندنا. حس الكهرباء في هنا ولا ما في يا جماعة؟ لحظة دي قاطعة ولا شغال؟ قاطعة. المواطن داير كهرباء مستقرة وخدمات، داير خدمة صحية، داير رش للبعوض والحشرات اللي بتقتل الناس بالحميات وبحمى الضنك وبغيرها. ودي مسائل الإسناد المدني قادر إنه يقوم بها. المقاومة الشعبية لو تفعلت في ولاية الخرطوم قادرة تقوم بشغل كثير. الحكومة ما تكنس الشوارع، ما يجي رئيس مجلس الوزراء يدشي لك كنيس شارع، ده بنعمله نحن المواطنين، بيعملوا الشباب ده، بينظفوا الشوارع. نحن دارين الحكومة تعمل حاجات أعمق من كده عشان المواطن يعيش في ولاية الخرطوم كريم، يشعر بالأمان، يشعر بالخدمات. أنا ما داري زول يرجع الخرطوم ياكل من تكايا. منظر شفناه قبل والله ما مقبول، ما مقبول. بعد نحن قدمنا الشهداء ودفناهم، المنطقة دي كلها شهداء. أجي ألقى في 1000 شخص مش في الخرطوم، في درمان واقفين بياكلوا من تكية. لا دي مشكلة كبيرة. وتقول لي الناس يقوموا يرجعوا عشان ياكلوا من تكية، يبقى ما ينفع، ما بينفع. أنا لازم أأمن للزول مصدر دخل، مصدر عشان ياكل ويشرب منه. أجيبه من وين؟ بقول حاجة صغيرة واختي، تكلمت كثير معلش، الهم كثير. ما في عودة إذا ما في استقرار اقتصادي. الاستقرار الاقتصادي ما صعب، ما صعب. داير رجال دولة يفجروا طاقات السودان. بقول لرئيس مجلس الوزراء حاجة صغيرة بس، حاجة بسيطة. أمشوا حنسوا الصينيين ولا الروس ولا الأتراك يعملوا لنا مصنع صغير قدر المسجد ده، اسمه مصنع تكرير الصمغ العربي. المصنع ده بيأمن لي في السنة ما لا يقل عن 6 مليار دولار. بتحل لي مشكلة العودة كلها، ولا تكايا ولا كهرباء قطعت ولا مشكلة أمنية ولا زول يكنس الشارع ولا يرش البعوض. 5 أو 6 مليار دولار. أنا بصدر الصمغ العربي خام بمليار دولار. الأمريكان بيكرروه بس بيعملوا له مصنع التكرير ده بيصدروا ب 11 مليار دولار. بس حاجة صغيرة، خلينا من باقي الحاجات الكثيرة في السودان. دي حاجة تحت يدنا ومقدور عليها، وشركة الصمغ العربي موجودة وقادرة تعمل الحاجة دي عشان أنا أدي المواطن ده رفاهية. اللهم اصلح احوالنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك صلاحا لنا في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اصلح ولاة امورنا يا رب العالمين، واصلحنا واهدنا واهد بنا. اللهم يسر العوده الى الخرطوم يا رب العالمين. اللهم اصلح الخرطوم، اللهم نقيها من الامراض والاوباء والاسقام والظلم والظالمين والفساد والمفسدين يا رب العالمين. اللهم يا الله الذين افسدوا في السودان وأكلوا مواردنا وسرقوا زادنا، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم السياسيين الذين باعوا السودان، والتنفيذيين الذين يبيعون السودان، والعملاء والجواسيس المندسين داخل السودان، ندعو بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم مكننا من رقابهم يا رب العالمين. اللهم انا نسألك لهذا الشعب المكلوم فتحا عظيما يا رب العالمين. اللهم هذا الشعب الذي صبر كل هذا الصبر، اللهم عوضه عوضا جميلا يليق بك يا رب العالمين. اللهم فك حصار الفاشر يا رب العالمين. اللهم فك حصار الفاشر يا رب العالمين. اللهم كل المساكين في الفاشر يا رب العالمين، وفي كادوغلي وفي الدلن وفي بابنوسة وفي كل كردفان يا رب العالمين، وفي النهود يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم رد هذه الميليشيا، اللهم ردها عنا يا الله بقوتك وبأسك يا رب العالمين. اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.